أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل محمد. بالثانية يغفر الله لكم. طلبا لاستجابة الدعاء ولغفران الذنوب ولشفاء المرضى ولقضاء الحوائج بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن وفاز من لجأ إليكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. السورة المباركة سورة العصر كما ورد في الروايات أنه من أدمن قراءتها في نوافله حشر مع أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وهي تسمى بسورة علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه المفردات المباركة في السورة الكريمة ابتدأها الله تعالى بواو القسم، وأقسم بخلق من مخلوقاته وهو العصر. لماذا الله تعالى أقسم بهذا الخلق؟ هنالك عدة آراء، من جملة هذه الآراء لشرف ومنزلة هذا الخلق الذي أقسم به الله تعالى. مفردة العصر لها عدة معاني. معنى من هذه المعاني العصر هو الزمن اللي نعيشه نحن بساعاته وأيامه ولياليه منذ بدء الخليقة إلى آخر يوم من هذه الدنيا. هذا رأي. الرأي الثاني هو وقت صلاة العصر، لأن كما ورد عن علمائنا هي الصلاة الوسطى التي ذكرت في القرآن، فإلها منزلة وإلها كرامة عند الله تعالى. رأي آخر العصر يقول هو عصر النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن هذه الأمة كانت تعيش في زمن أقل ما يقال عنه بأنه الزمن الجاهلي. كل شيء كان محلل عنده، ماكو حرام، ماكو خطوط حمراء، لأنهم أذلوا أنفسهم بعبادة الأصنام، جعلوا لله شريكا. هذا إن لم يكفروا بالله تعالى، أحلوا كل شيء. أيضا رأي آخر يقول هو عصر علي سلام الله تعالى عليه. لماذا؟ ولأن العدل
أخذ ما أخذه في دولة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حتى أنه لا تجد فقيرا في دولة علي بن أبي طالب، الكل تساووا بالعطاء. كل الناس اللي تحت دولة علي بن أبي طالب جميعهم متساوون بالعطاء، يأخذ كما يأخذ خادمه أنبر رضوان الله تعالى عليه. ولذلك شوف الحروب كثرت والعداءات كثرت على علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو القائل ما ترك لي الحق من صديق. كل صاحب حق يأخذ حقه، حتى يقولون أنه يوم من الأيام أمير المؤمنين كان يمشي مع أصحابه في الكوفة، وإذا به يرى رجل يمد يده يستجدي الناس يستعطي، سأله عن قال إنسان محتاج ويطلب من الناس في زمن علي بن أبي طالب. سأل عن رجل كبير مكفوف لا طاقة له على العمل، من هذا الرجل؟ قالوا هذا نصراني، وإذا بأمير المؤمنين امتعض كثيرا، نصراني في دولة علي بن أبي طالب، استخدمتموه في شبابه وتركتموه في كهولته، يقول عين له عطاء من بيت الله. هذا هو عدل علي بن أبي طالب، وهذا كرم علي سلام الله عليه. ولذلك تشوف قنبر رضوان الله عليه يقول يوم من الأيام، يقول أكو امرأة أمير المؤمنين في سوق الكوفة، وأكو امرأة تخاطب امرأة أخرى، امرأة محتاجة وكذا، قالت لها إن زوجي قتل في إحدى معارك علي بن أبي طالب وأنا عندي أيتام. يقول أمير المؤمنين دخل إلى البيت، أخذ سمنة ودقيقة وأخذ مؤونة، وذهب قاصدا بيت هذه المرأة، وجدها عندها 3 أيتام ومخلية قدر من الماء على النار. أمة الله ما هذا؟ قالت لذول أبنائي جياع وأنا أسكتهم بهذا الماء إلى أن ينامون، كل شيء ما عندي. يقول أمير المؤمنين أزجر النار، سوالهم أكيد، أزجر التنور، يقول كل ما يحط الحطب في التنور يقول ذق بما جنته يدك يا ابن أبي طالب. يقول أجلسهم وكلهم بإيد أمير المؤمنين عليه السلام، ولاعبهم وداعبهم حتى أدخل السرور على قلبهم. وكان قنبر يقول سيدي دعني أساعدك، يقول لا، صاحب الشيء أولى بحمله، حتى خرج من عندهم، دخل عليهم وهم جياع، خرج منهم وهم مشبعون وفرحون. هذا هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. رأي آخر يقول هو عصر إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف لذكره، صلوا على محمد وآل محمد. هذا العصر الذي كثيرا ما ذكرته الروايات في عصر ظهور إمامنا عليه السلام أنه عداء ما موجود، حتى أنه يضربون مثال بسيط، يقولون المرأة تخرج من بيتها من العراق إلى الحجاز إلى اليمن، ماكو واحد يعترض طريقها، ما تتعرض للاعتداء. هذا العصر اللي أقل ما يقال عنه بأنه عصر ذهبي، الناس كلها ما محتاجة، حتى أن الرجل إذا أخرج زكاة ماله ما يعرف لمن يعطيه، الكل أغنياء، الكل غير محتاجين لأحد. وأخرجت الأرض أثقالها، بركات الأرض، الناس تأكل من تحت أرجلها ومن فوق رؤوسها، البركات العظيمة في زمن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. والآية أو السورة المباركة انتقلت من بعد القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني هذا الإنسان في خسران دائم، كل لحظاته، كل أيامه، كل لياليه في حالة خسران. ولذلك أنت تشوف إمامنا زين العابدين يقول أطول عمر ابن آدم يوم ولدته أمه. أول ما ينولد هذا
الطفل هذا أطول عمر، كل يوم يمر على الإنسان ينقص يوما من عمره، يعني يدنو إلى أجله، يكون قريب إلى أجله 40 50 60 100، فليعش ما يعش في هذه الدنيا، لا بد أن يموت. إلا هنالك استثناء، اللي ما مشمول بالخسران من هم؟ إلا الذين آمنوا. هذا المؤمن اللي ما تمر عليه لحظة من اللحظات في هذه الدنيا إلا وهو في ربح دائم، من صلاة، من صيام، من دعاء، من قراءة قرآن، من صلة رحم، من إصلاح ذات بين، من زيارة للإخوان، من عيادة مريض. كل هذه الأمور هي مو خسران لحياة الإنسان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شنو هذا الحق؟ أغلب مفسرين يقولون هو ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، يتواصون بها جيلا بعد جيل، ما يتركون هذه الولاية التي أمرنا الله تعالى على لسان نبيه باتباع علي بن أبي طالب والأئمة الهداة من بني صلوات الله عليهم أجمعين. هسه هذا الحق. وتواصوا بالصبر، الصبر عليها. واللي راجع التاريخ يجد أن كثير من الطغاة، من الحكام، من الحكومات كانوا يحاربون أتباع علي بن أبي طالب عليه السلام، وناهيك ما فعل الحجاج بأتباع علي بن أبي طالب عليه السلام. القصة معروفة عند الجميع، ما فعله بسعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه، قتله شر قتله لأنه يتبع علي بن أبي طالب. هسه هاي مفردة الصابر يقولون إلها 3 معاني، والصابرون مدحهم الله تعالى في كتابه، إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دول اللي يصبرون، اللي تمر عليه مصيبة أولا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بهذا القول يخفف المصيبة عليه، وقع المصيبة يخف عليه، يقل عليه، مثاب مأجور. ولذلك القرآن يوم يوفى الصابرون أجورهم بغير حساب، عطاء لا يعرفه أحد ولا يعلمه أحد بدون حساب. فمفردة الصابر لها عدة معاني أو 3 معاني. معنى يقولون الصابر صبر على الطاعة، أن الإنسان يصبر على طاعة الله. ولذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن آخر الزمان أو عن زمان من الأزمنة، يقول المؤمن أو القابض على دينه كالقابض على جمرة، يعني التعامل بحذر، التعامل بدقة لكثرة الشبهات وكثرة المحرمات. فتشوف الإنسان المؤمن يتعامل بحذر فيكون صابرا على طاعة الله. ولذلك بعض الروايات تبين بأن المكروهات الإنسان يكون يتجنبها. لماذا؟ لأنه كثرة فعل المكروهات توقع الإنسان بالشبهات، ومن حام حول الشبهات أوشك أن يقع فيها، يعني بالنتيجة أنه لا بد أن يرتكب المحرم، يتجرأ على فعل المحرم والعياذ بالله. المعنى الثاني هو الصابر عن المعصية، أن الإنسان يصبر عن معصية الله تعالى. ولذلك نشوف الروايات تبين أنه الشاب المؤمن اللي عنده طاقة وحيوية ويقرأ القرآن، يقولون اختلط القرآن بلحمه ودمه. النبي صلى الله عليه وآله علموا أولادكم حب نبيكم وقراءة القرآن. هم تحب النبي وأهل البيت، وهم تحب أو تعلم أبنائك قراءة القرآن، لأن إلى فرد آثار عجيبة. فالإنسان يصبر عن المعصية. الروايات تقول هذا الشيطان إذا رأى شابا مؤمنا
يركع ويسجد إلى الله تعالى، يقول ينزوي إلى جهة ويقول أمر بالسجود فأطاع وأمرت فعصيت، بالنتيجة الذي يطيع الله تعالى من الفائزين. أما اللي يأبى ويتكبر ولا يسجد إلى الله تعالى هذا من الهالكين يقينا، والقرآن واضح وجلي. فتشوف الروايات الشريفة تبين وتحبب وترغب الإنسان بصورة عامة والشاب بصورة خاصة إلى طاعة الله تعالى. فالصابر عن المعصية كثير ما تذكر لنا الآيات المباركة، الروايات، القصص. يوسف عليه السلام هذا النبي العظيم الذي راودته امرأة العزيز عن نفسها أو عن نفسه فاستعصى ولم يطعها. شوف شنو الله أعطاه، أولا أعطاه تفسير الأحلام، ثانيا رفعه منزلة لم يعطها لأحد من قبله، صار وزيرا وقائدا وملكا ومسؤولا على خزائن مصر، لأنه أبى أن يطيع هذه النفس اللي هو يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هاي الرحمة الإلهية اللي تخلي الإنسان عنده خط رجعة مع الله تعالى. المعنى الثالث الصبر عند المصيبة، وهذا صبر عظيم عند الله تعالى. وقلت لك قبل لحظات وأسلفت لك على مسامعك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك شوف أمير المؤمنين عليه السلام يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. كأنما المرتكز هو الصبر، والإيمان ملازم للصبر. وكثيرا ما هي الروايات اللي تحث الإنسان المؤمن وقت مصيبته أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بأن لا يفزع، بأن يصبر على ما أصابه. وترى المصائب مو فقط الموت، لا، المرض، الفراق، الفقر، هاي كلها مصائب تمر على الإنسان المؤمن دائما ما يبتلى. حتى أن بعض الروايات تبين إنه هذا شسع النعل إذا انقطع يقول هاي مصيبة. الإنسان اللي ما يملك يقول إذا اغتم تعبير نضاج وكذا يقول هاي مصيبة. هذا تخفيف عن الإنسان المؤمن. هاي الحمى التي يبتلى بها الإنسان، هذا المرض، يقول هاي كل ثواب للإنسان، لكن بشرط أن يكون صابرا على ما يمر عليه. لذلك الله تعالى يخاطب موسى على نبينا وآله وعليه السلام سلني في كل شيء، في مضمون الحديث القدسي، حتى في ملح طعامك وعلف شاتك، كل شيء ادعوني وأنا أستجب إن شاء الله. لأن الله تعالى هو الذي أمر بالدعاء وهو الذي ضمن الإجابة للإنسان. فالصابر عند المصيبة. ولذلك تشوف خير الصابرين هم الأئمة صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، ابتداء من أمير المؤمنين إلى إمامنا الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن أعظم ما مر من المصائب على أهل البيت ما مر على سيد الشهداء عليه السلام. هذا الغريب المظلوم ماذا جرى على أهله؟ يقول كل ما يقتل واحد من أصحابه من أهل بيته كان يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. وكان كل واحد من أصحاب الحسين من إخوانه من أهل بيته إذا سقط في ساحة الميدان كان الإمام يؤبنه بتأبين خاص يختلف عن غيره. القاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيب، علي الأكبر على الدنيا من بعدك العفو، حبيب نصرتنا حيا وميتا،
فلان واضح التركي غيره يخلي خده على خد هذا الشهيد ويقول من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. هذا الخد الشريف الذي وضعه على خد علي الأكبر شبيه رسول الله يضعه على خد هذا الغلام التركي الذي نصر سيد الشهداء. لكن تعال شوف ماذا جرى بسيد الشهداء عندما سمع أخاه العباس يقول أخي أبا عبد الله عليك مني السلام نور عيني أدركني يا ابن والدي. لأن كثيرة هي الروايات تقول بأن العباس إلى يوم عاشوراء كان ينادي الحسين بسيدي مولاي يا ابن رسول الله، وكان يتمنى الحسين أنه يسمع لفظة الأخوة من فم أبي الفضل عليه السلام. لكن العباس آلى على نفسه إلا أن يكون خادما عند إمام زمانه. إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، يعني مو حمية ولا لأنه أخوه، لا، وإنما إمام معصوم مفترض الطاعة. شوف هذه الطاعة للإمام المعصوم، بأن الإنسان يفنى حبا وشوقا وخدمة وطاعة لإمام زمانه. كذلك هو العباس سلام الله عليه. يقول عندما خرج أبو الفاضل سلام الله تعالى عليه كان الحسين يقف بباب الخيمة، أم المصائب زينب تنظر إلى وجه أبي عبد الله. كلما تغير وجه الحسين سألته زينب أخي أبا عبد الله هل جرى لأخي شيء؟ هل حصل له مكروه؟ قال أخي لا، ولكن تحاوشوا. تغير وجه الحسين أخي أبا عبد الله ما الذي جرى على كفيلي؟ قطعت يمينه قطعت شماله أريق ماء القربة. أصعب ما مر على العباس بأنه لما قطعت يداه كان همه وهمته إيصال الماء إلى خيام أبي عبد الله، لكن عمر بن سعد نظر قال ويحكم ارشقوا القربة بالنار، فوالله إن شرب الحسين الماء أفناكم عن آخركم. رموا القربة بالنار أريق ماؤها. هنا العباس وقف متحيرا لا يملك الماء حتى يوصله إلى خيام الحسين، ولا يدين حتى يقاتل بهم الأعداء. وقف بالكون متحير لما سال ماي الجود، يشوف الماي من راح ويل ولا بقت لزنود، أولى الواحد لفى من القوم بيد شايل العمود. طرها متبعود وقع متقطع زنوده، يا مرايته وجوده صاحب صوت خويا حسين فوق القوم والي. بهالأبناء الحسين سمع صوت يسمع الصوت يا الشيخ عند مجلس من يخلص يخاطبه رحم الله وديك. هسه قاعد يقرأ شوي ويكمل. رحم الله وديك مشكور. صاحب صوت يا عباس يا وصفه يا نور العين، يا عباس قطعت بيا او شمت العجبيه، او نورك للخمد ضيع عدو اليوم يا عباس من عندي اخذ بيا. يا خويا شعتذر قل لي من نزدر للخيام ويشوفني الحرم وحدي وعلي الحرم كلته مشن العذر من
خويا جايلي أنا جايلي أنا يا حسين وحدك جايلي ويانا ويانا عباس خوي الفحل سمع زينب حسين وجارت عينه بالعباس الهيلة جرعة. يرجع الحسين شنو كان لسان الحال يقلها جيتك طايح بحيرة يا زينب راح ابو الغيرة يا زينب تلقيني ظهر انكسر عيني شسالف لك يا زينب من رحت يمه شفت ام الزكية قاعدة ويمه اولى الام هو تعطر الوفتشم وام عباس صبت شيبها بدمه لانها تقول يا ابن حسين وين جفوف خيك وين صحت يمه تعينيني ظهرك يسر قوميني ايش هاللوعه المثلها ولا جرت لوعه عافيه شلون قلبه وحفظته ضلوعه خويا لما شافني رادينا شفي دموعه وبيشينا شفي دموعه اخوي جفوفه مقطوعه بشمي هوى يراويني يا زينب ظهر انكسر عينيني عند ذلك زينب أرادت أن تخرج من خيمتها إلى جسد كفيلها أخي زينب إلى أين؟ قل له خويا أنا رايح على عباس قل له خويا قل له نومك يا خويا مو محل ترضى امشي يا خويا ابن الله وترضى اليباري لخول يا ابا وعينه 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 على العباس اكل دمعي وسيله وخلي النوح يصبح لي وسيله وياك شوف ابو فاضل اخلي النوح يصبح لي وسيله يكون العلقم ويجاوب وسيله قمر ابياك ترجف أخي من يحمي بنات محمد سيسترحمن منا يرحمنا. اللهم إنا نسألك وندعوك بباب الحوائج بالفضل العباس عليك يا الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مرضية ومريض مشافى لا سيما مرضانا المنظورين منهم ومن أوصانا بالدعاء الإخوة الحاضرين والمؤسسين. اللهم تقبل أعمالهم جميعا. اللهم وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك اقض حوائجهم شافي مرضاهم ارحم أمواتهم لوجه الله وشرف النبي والأئمة الطيبين الطاهرين أموات الحاضرين والمؤسسين أجمعين إلى من مات على ولاية أمير المؤمنين. بلغ اللهم ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة ثلاثا بأعلى أصواتكم على محمد